فالحمد لله الذي وفقنا على تعلم كتاب أحكام تختص بنساء المؤمنات مترجم باللغة الأرامية على يد معالي الشيخ ناصر ابن آدم، ونلخص ما تعلمناه في مواضيع بسيطة، ولكن في هذا الكتاب رفع عنا الجهل في أمور عديدة تخص المرأة المسلمة، وهناك 9 فصول. الفصل الأول: أما ما عانته المرأة المسلمة في عصر الجاهلية، كانت في فترة عصيبة جدا، كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من قام بدفنها وهي حية، ومنهم من يتركها في حياتها بالذل والمهانة، لقوله تعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فلما بعث نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بنور الإسلام، بنور الهدى، بنور الحق، واستعادت المرأة كرامتها واعتبارها، وحرم الله أن تكون من جملة الموروثات للزوج الميت، بل ضمن لها استغلال شخصيتها وجعلها الوارثة والموروثة. وحرص الله الزوج على 4 كحد أعلى، بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات بين الزوجات ومعاشرتها بالمعروف، وتكون الامرأة الآمرة والناهية في بيت زوجها وأميرة على أولادها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالحمد لله، والحمد لله على التمام، والحمد لله على الختام. فبالتعليم همسنا وبالخير إن غمسنا. أوصيك يا جوهرة الزمان، أوصيك يا وصية الحبيب، ألا تغرك مفاتن الدنيا، وأن تحذري كل الحذر من أعداء الإسلام، وأن لا تكوني سلعة رخيصة لتلبية حاجات ضعاف الإيمان، وأن تسلكي طريقا قريبا من الرحمن بعيدا من أصحاب الغرائز الجائحة. أخيرا وليس آخرا، شكرا لكل من ملأ قلوبنا بحضوره، شكرا لكل من هدى وشكر، شكرا لكل من أعطى وصبر، شكرا لله دائما وأبدا، شكرا لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.